من الأردن. مش لأنه عندنا صديقة حلوة من الأردن. والله لا، صديقة مسؤول معنا في الاستديو. أهلا وسهلا فيها وهي مديرة العلاقات في فندق الريجنسي المحترم، وخدمة رائعة جدا هناك، فشكرا لكل ما قدموه خلال وجودنا في الأردن. الحقيقة أخ حكمت، أنا تفاجأت بالأخ حسين يوسف، كان التلفزيون الأردني كان عامل برنامج منوعات، حفلات على الهواء على طول بالمسرح الملكي، وتسجل حقيقة. فكانت تجربة، أو مش تجربة، كانت خطوة من المخرج حسين يوسف والتلفزيون الأردني الشجاعة، وأثبتت للعالم العربي وللفنان العربي إنه لسه في ناس تسمع من غير ما تشرب أو من غير ما تاكل، وبتقدر الفنان وبتسقف له وتستمتع بالاستماع له. فالآن فيديو، أنت عارف الشيء، وصلت هلا حكايتنا حكمت أنت عم تسجل وتدفع وتعرف التكاليف يعني. لكن لا، ما صرت مثلكم، لكن طبعا دخلت هالتجربة ومريت بالمرحلة اللي بمر فيها كل فنان، وعرفت الصعوبات. هذا الأصل من كلامي. فبرجع بقول انه هذه الظروف اللي جبرتني كلاتنا وكل زملائي ما بقدر لومهم ابدا، لكن كترنا شوي بيني وبينها. يعني نقدر نقول حاليا وللتوفيق توقف عن العمل في منابع ليلية؟ يعني توقفت عن المدة الطويلة، وخاصة بالشتاء. بعد حفلة عمان وبعد حفلة طرطوس اللي عملتها مع طروس وجورج بمحافظة سوريا، حسيت اني انا لازم اغني بحفلات، لانه لقيت ان الناس عم تغني معي كل اغنية وكل كلمة. هالناس فايتين حتى يسمعوا وليد، حتى يسمعوا حكمت، مش حتى بس يسهروا او يشربوا كاس او يحكوا ببزنس او يحكوا بتاني يوم.